السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معكم أحمد الجويلي، أهلا بيكم. ببساطة، في ناس كتير قوي ممكن يكون هدفها بعد التخرج لما تيجي تشتغل إنها تكون رئيسة نفسها، إن كل واحد يكون his own boss, his own leader, his own manager. لكن في ناس تانية بيكون هدفها إنها تشتغل في مكان معين أو في دولة معينة بشكل اللي بيكون محدد جدا في دماغهم من قبل التخرج، وبيسألوا نفسهم ازاي ممكن نشتغل في المكان ده. للأسف الشديد جدا أحيانا بيبدأوا يفكروا بشكل أنا شايفه إن هو مش سليم بشكل كامل، ويبدأ يسأل على الوسيلة اللي ممكن يركبها علشان يوصل لمكان معين قبل ما يفكر في المكان نفسه. فيبدأ يسأل نفسه أنا ممكن أركب طيارة، ولا أركب عربية، ولا أركب سفينة، ولا أركب عجلة علشان أوصل وبس، ويسكت. في حين إنه المفروض يسأل نفسه هو أنا عايز أوصل فين، ويحدد ده كويس قوي، وبعد كده يبدأ يشوف إيه الوسيلة اللي ممكن تكون متاحة. خلينا ناخد مثال. دكتور محمد صديقي من 5 سنين، أعرفه من أول ما دخل كلية الصيدلة. تواصل معايا من يومين 3 وبيقول لي أنا الحمد لله اتخرجت وعاوز أشتغل في بلد كذا، وذكر اسم البلد، بلد عربي، بس أنا مش عايز أحدد علشان ما يبقاش الفيديو موجه للناس اللي عايزة تشتغل في البلد دي تحديدا. قلت له جميل، عاوز تشتغل فين؟ قال لي أنا عايز أدرس كذا. فقلت له ثانية واحدة، اتقل. عايز تدرس كذا، جميل، ده حاجة على جنب، انت عاوزها علشان تشتغل فين؟ فقال لي انا عاوز اشتغل في البلد الفلانية دي. قلت له جميل، ايه المسمى الوظيفي اللي انت عايز تشتغل فيه؟ قال لي عايز اكون كلينيكال فارماسيست في مستشفى. قلت له كويس، ايه رأيك تسيب لي نفسك شوية؟ قال لي على البركة، مفيش مشكلة. قلت له حدد لي 5 مستشفيات نفسك تشتغل في واحدة منهم، 5 مستشفيات لازم اختيارك يكون واحد فيهم. قال لي طب وبعدين؟ قلت له بس اختارهم وارجع لي تاني. فعلا راح عمل سيرش ورجع علشان يعرف، او يعني رجع لي مرة تانية علشان يقول لي 3 مستشفيات تحديدا رسى على انه يحب يشتغل في واحدة منهم ككلينيكال فارماسيست. قلت له تمام ما شاء الله. دلوقتي ناخد الخطوة رقم 2. انا عن نفسي ما اعرفش حد في المستشفيات دي. ادخل حالا على جروب فيرست فارماكولوجي كورس اونلاين واسأل حد يا جماعة يعرف حد بيشتغل او يكون هو اوريدي بيشتغل داخل المستشفيات دي في اي مسمى وظيفي. قال لي تمام. لغاية هنا دلوقتي ده اللي تم في الفيديو، ولكن انا عندي تخيل، او ده اللي تم قصدي على ارض الواقع، ولكن انا عندي تخيل اللي يهمني انه يتم بعد كده. سألت نفسي ايه رأيك لو شرحت الخطة بالكامل على بعضها؟ جايز حد تاني غير دكتور محمد ممكن يستفيد بيها بدري بدري عن دكتور محمد، بدل ما تتأجل لغاية لما دكتور محمد يحقق حلمه إن شاء الله، وبدل ما نطلع بعد 6 7 شهور ونقول إن من 6 7 شهور كان في دكتور محمد تواصل معايا وحصل منه كذا 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 وممكن نكون ساعدناه بالشكل ده. إيه المانع إننا نبدأ نقول الحدوتة زي ما أنا شايفها قدام عينيا دلوقتي بإذن الله ممكن تتم إزاي كحل سريع ومبسط جدا ومنطقي جدا لأي حد عاوز يشتغل في مكان معين أو في دولة معينة. من المفترض ان الدكتور محمد يجي لي بعد يومين 3 ويقول لي انا لقيت ان في كونتاكتس معينه او كونكشنز معينه مع ناس بتشتغل داخل المستشفى دي، واحده من ال3 او واحده منهم. اللي هيحصل ببساطه اني هقول له طيب على بركه الله ابدا اعمل زي كونتاكت او كونكشن مع الناس دي على الفيسبوك، او على لينكد ان، او حتى على تليفونيا. السلام عليكم، بمنتهى البساطه كده انا دكتور محمد من مصر، وبفكر اني اجي اشتغل عند حضراتكم ان شاء الله، وحاسس ان شغلي هيكون اضافة ليكم وليا في نفس الوقت، سواء قوبل بالموافقة، سواء قوبل بالرفض، سواء قوبل بالسخرية، سواء قوبل بالاستهزاء، سواء قوبل بأي حاجة من الحاجات ديت. هيقول لهم سؤال واحد بس: ايه هي الكرايتيريا المطلوبة انها تكون فيا علشان اشتغل عند حضراتكم؟ هيقولوا له بمنتهى البساطة انا عايز منك انك يكون عندك شهادة كذا، او خبرة كذا، او تكون معاك لغة كذا، او يكون معاك مهارة كذا، او يكون عندك
قدرة على العمل مثلا تحت ضغط أو العمل في تيم وورك أو الحاجات دي ببساطة هيقول لهم طيب أنا ببساطة كده هروح أدرس الحاجات دي أو أطورها في نفسي خلال تايم رينج معين، ممكن يكون 6 7 9 شهور سنة، وارجع لكم تاني. خلال السنة ديت ببساطة هيكون في حاجات هي اوريدي عند الدكتور محمد، زي لغة كويسة مثلا بليفل كويس هيبدأ يطورها. هيكون عنده مثلا مهارة العمل تحت ضغط هيبدأ ينميها وياخد كورسات أو كامبات يحضرها، أو ورش عمل علشان يعرف إزاي يشتغل تحت ضغط أو يشتغل في تيم وورك. كل الكلام ده هيبدأ يطوره. الشهادة العلمية اللي قالوا إن هم عاوزينها أيا كانت، دبلومة كلينيكال، فارم دي، بورد أمريكي أو كندي أو أسترالي أو بريطاني، في أي تخصص معين، ده اللي ينقصهم حاليا أو على مدار السنة اللي جاية هم محتاجينه. ده اللي ممكن يكون فيه vacant، علشان ما يحصلش لا قدر الله اللي دايما بنشوفه ان ناس كتير قوي بتدرس على مدار 3-4 سنين شهادة معينة، تايتل معين، بعد فترة بسيطة بيبقى عامل انتشار فظيع، وبيبقى يعني موجود عند أغلب الناس بشكل بيخليهم بقوا كتار جدا، والناس مش محتاجاهم، ومفيش حاجة تميز حد عن التاني. نصيحتي في الفيديو ده رجاء شخصي، خليك يونيك، خليك متميز، خليك مختلف عن الآخرين. ما تقولش هي الناس بتاخد ايه، بتدرس ايه، فاروح ادرسه يبقى اكيد هشتغل. عشان خاطري ما تفكرش بالشكل ده. انت ممكن تشتغل HR، ما تحتاجش على الاطلاق اي درجة من اللي ممكن تكون بنسمع عنها دلوقتي. ممكن تشتغل ماركتينج، ممكن تشتغل في اي حاجة ممكن تحب انك تشتغلها. ودي الرسالة رقم 2، عشان خاطري اشتغل الحاجة اللي انت بتحبها في المكان اللي انت ناوي عليه. المميز اني هنتظر من حضراتكم ان شاء الله في يعني تطبيقكم للفكرة دي. انا اتوقع ان الدكتور محمد والناس اللي ممكن تفكر بنفس الطريقة ان شاء الله، اني انا عايز اروح مكان معين، هبدأ اعمل سيرش عليه، هبدأ ادخل داخله، ارمي نفسي في المحتوى بتاعه او في المكان بتاعه اونلاين. المستشفى اللي انا رايح لها دي 100% الامبلويز الموجودين فيهم او الموجودين في المستشفى دي عاملين لنفسهم جروب، ما عاملين لنفسهم كوميونتي معين، انا حرمي نفسه او حرمي نفسي جواه. لو انا رايح اشتغل في دولة معينة هلاقي 100% جروب باسم الصيادلة المصريين في دولة كذا. الصيادلة منتشرين جدا، اعمل بس سيرش على الفيسبوك وهتلاقي، اعمل سيرش على جوجل وهتلاقي. المهم ما تعجزش، المهم ما تفتكرش ان في طريق واحد بس للوصول لحاجة معينة كل الناس المفروض يمشوا فيها علشان يوصلوا له، او يمشوا فيها علشان يوصلوا لها. الكلام ده مش منطقي. في مليون بل مليار طريقة علشان توصل للي انت عاوزه، وكلهم بإذن الله بالحلال. المهم تشغل دماغك وربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الهدى. عشان خاطري ما تدرسش شيء لا يتطلبه منك سوق العمل اللي انت هتشتغل فيه. دي نصيحتي ليك. مفيش حاجة اسمها اجمع شهادات واحطها في السي في وخلاص. الناس اللي هتشغلك من اساسه ما يهمهمش كل الشهادات دي، يهمهم 1 أو 2 أو 3 بالكتير، هم اللي بيدوروا عليهم. مش هيفرحوا بيك لما يلاقوك عمال بتجمع شهادات، تحديدا لو لا قدر الله ما استفدتش بيها او لو كانت irrelevant للي انت هتشتغل فيه. نشوفكم على خير باذن الله. ارجو ان تكون رسالتي وصلت. لو الكلام اللي في الفيديو ده بالنسبه لك كان مقنع، ارجو انك تشيره. انا بسجل الكلام ده قبل الفجر بدون اي تحضير على الاطلاق، فمعلش لو كان في اي لعثمه او كلام بيتكرر او عدم ترتيب في الكلام، ولكن ارجو ان تكون الرساله وصلت على خير ان شاء الله. نشوفكم دايما على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.